ازيك يا فندية، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون بخير. طبعا بخلاف ان الغرزه اليمين يا هتفتح لك الطريق يا غالبا هتفتح لك الايرباج. النقطه الاهم واللي بتزود نسبه هرمون الغرز عند الكائن الشبح هي تاثير الموسيقى على طريقه سواقته، واللي بتكون السبب في زياده معدل الحوادث المميته. احنا غالبا بنلجا للموسيقى في السواقه للمسافات الطويله او في السواقه للمسافات الصغيره الروتينيه عشان ما نحسش بالملل. يعني مثلا الموسيقى العاليه مع السواقه هي السبب في زياده معدل كسر اشارات المرور بضعف المعدل الطبيعي. وعندك مثلا الموسيقى العاليه مع السواقه بتقلل من قدره الشخص على الاستجابه للمواقف الخطيره. ده مش كده بس، دي بتقلل من معدل ردود الافعال بنسبه 20%. اما بقى الموسيقى اللي ليها ايقاعات سريعه بتتسبب في زياده معدل السرعات على الطريق، وده طبعا عشان حضرتك تتماشى مع ايقاع الموسيقى. وبيظهر التاثير ده في السن اللي بيتراوح من 16 الى 18 عام. ولازم تعرف كمان ان حتى الموسيقى الابطا ليها تاثير سلبي، وده لانها بتؤدي للاسترخاء وبالتالي وقوع الحوادث. وعشان كده بعض الدراسات بتوصينا ان واحنا سايقين نسمع لموسيقى الريتم بتاعها يكون متوسط، واللي بتتسبب ان عدد نبضات القلب يكون يتراوح ما بين 60 الى 80 نبضه في الدقيقه. اما بقى الناس اللي بتسمع لاغانيهم المفضله وبيتفاعلوا معاها عاطفيا وهم سايقين، فدول بيحطوا نفسهم في خطر كبير جدا، لانها بتقوم بتحفيز الحاله المزاجيه للشخص بصوره اكبر من التحفيز اللي ممكن يسببه مقدار بسيط جدا من المشروبات الكحوليه او حتى المخدرات. وكمان الاغاني المفضله ليك واللي بتكون مرتبطه ببعض تجاربك في الحياه دي كمان ممكن تكون سبب في تشتيت انتباهك، لانها هتسمح لافكارك ان هي توديك للتفكير في التجارب دي، وخصوصا لو كانت التجارب دي فاشله. ولان التفكير مرتبط بالموارد الذهنيه فهتقل معاها القدره الذهنيه اللي مطلوبه للسواقه وتقييم المخاطر على الطريق. الخطوره الاكبر بقى في استعمال الموسيقى العاليه وانت سايق انها طبعا ممكن تغطي على الاصوات اللي حواليك في الطريق، وده طبعا امر سلبي، لان الاصوات دي غالبا بتكون بسبب حركه العربيات اللي حواليك وبتساعدك على الانتباه وتفادي انك تتورط في حوادث. المعلومه الاهم بقى والخلاصه في علاقه الموسيقى بالسواقه اكدتها هيئه الفحص الالمانيه ديكرا لما قامت بعمل دراسه لتاثير استماع الموسيقى على الناس اللي بتسوق، وكانت النتيجه ان السواقين اللي بيسمعوا للموسيقى بصوت يصل لحوالي 75 ديسيبل، وده بالمناسبه يعادل الضوضاء اللي ناتجه عن تشغيل مكنسه كهربائيه. الناس دي اكثر تحفيزا وتعرض لحوادث التصادمات بنسبه 37%، وربنا يستر طريقكم.